جبتلك موقع عربي تقدر تشتغل من خلاله بالساعة في السوق السعودي، وكمان هتقبض بالريال. لو انت فريلانسر وبتدور على فرص شغل في السوق السعودي، يبقى انت محتاج تعرف اكتر عن موقع صبار. الموقع بيوفر لك فرص شغل بدوام جزئي او عن بعد، وهتلاقي عليه فرص مختلفة زي التدريس والجرافيك ديزاين، التسويق وكتابة المحتوى وغيرها. نجرب. ليه لأ؟ يلا بينا. أول حاجة هنيجي نشترك في القناة كده لو احنا مش مشتركين، ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد. تاني حاجة هندخل على موقع صبار، هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه تحت في الوصف، أو هتلاقيني سايبه لك في الكومنت المثبت تحت. تمام. الموقع هيفتح معاك بالواجهة دي زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا هنعمل كل حاجة هي قالت عليها. طبعا دلوقتي الموقع عنده كذا طريقة. هنا تسجيل دخول الشركات، لو انت شركة وتقدم وظائف بتقدر تسجل بالحساب من المكان ده. تمام. تاني حاجة لو انت شخص عايز تقدم على وظيفة او تعمل انت وظيفة او تقدم خدمة، بتضغط على تسجيل جديد كده بدون اي مشاكل، وبتضغط على انا باحث عن عمل. تمام. بيفتح معاك الواجهة دي. هنا اليوم ابلكيشن تقدر تنزله من على المتجر بلاي او من على ابل ستور عادي بدون اي مشاكل. تمام. بتضغط هنا وبتحمله عادي بدون اي مشاكل. تمام. طبعا بتحمل ابلكيشن وبتقدر تشتغل من على الموبايل اسهل بكتير من على البي سي. تمام. هنا بيقول لك فرص العمل المتاحة على الموقع ده عبارة عن المبيعات والمحاسبة والإدارة وموارد بشرية وخدمة عملاء والمطاعم والدنيا دي كلها. تمام. هنا بتضغط على ابحث عن وظيفة، وبتلاقي هنا كل الوظائف المتاحة زي ما احنا شايفين كده. تمام. لو جينا هنا مثلا عندك اخصائي تسويق، ده لسه نازل جديد من دقايق بس. هنا مثلا لو عايز تضغط على انا عايز تشتغل عن بعد، مثلا مش لازم تشتغل من مكان العمل، تقدر تشتغل عن عمل عن بعد. هنا بيئة عمل نسائية لو عايز تختارها. هنا بيئة او حديث التخرج، لو انت لسه متخرج جديد بتضغط عليها برضو كده، بيظهر لك كل الوظائف اللي تقدر تشتغلها من البيت وانت لسه متخرج. تمام. لو جينا بصينا كده هنلاقي مثلا هنا عندك اخصائي تسويق نازله من 20 يوم. عندك وظائف تانية كتير كده زي ما احنا شايفين، تقدر تقدم على الخدمه اللي انت عايزها. تمام. هنا لو جينا مثلا هنا على ابحث الوظائف او ابحث عن وظيفه. تمام. لو جينا هنا للشركات هتلاقي هنا بقى ان انت تقدم خدمه. لو انت مثلا عايز او عندك شركه مثلا او عندك براند عايز مثلا حد يقدم لك له خدمه ككونتنت كريتور، مثلا يعمل لك حاجه على البراند بتاعك، او مثلا جرافيك ديزاينر يعمل لك ديزاين على البراند بتاعك، بتلاقي في المكان ده. وطبعا هنا المنصه دي في شراكه بينها وبين منصات كتير زي ما احنا شايفين كده، كلها منصات خليجيه، مفيش فيهم منصات مصريه نهائي. تمام. زي ما احنا شايفين كده انا بيقول لك صبار هنا هي للمتقدمين مطابقين لشروط الوظيفة. يعني هنا الناس كلها بتقدر تقدم على الوظائف في المكان ده. بس في مشكلة. ايه هي المشكلة بتاعة الموقع ده او مشكلة المنصة دي؟ المشكلة ان انت ما تقدرش تقدم على وظيفة لو انت مش سعودي. يعني لو انت سعودي تقدر تقدم بدون اي مشاكل خالص. يعني مثلا لو جينا هنا على اخصائي تسويق، بيقول لك هنا محتاجين خبرة من 2 ل5 سنين. الوظيفة دي نازلة من 5 ايام. لو ضغطت عليها كده هتيجي بقى البيانات بتاعتها. بيقول لك نوع العقد ده عبارة عن تدريب، طبيعة الوظيفة عن بعد يعني تقدر تشتغل من البيت، الموقع بتاع الوظيفة في السعودية. بيقول لك هنا عايزين شخص يساعدهم في التسويق والمتابعة على منصات التواصل الاجتماعي بمعدل متابعة وتخطيط باليوم والدنيا دي كلها. تمام. بيقول لك للسعوديين فقط هنا زي احنا شايفين، وبتتطلب خبرة من 2 ل5 سنين. تمام. وهنا برضو في وظائف تانية مشابهة كمحاسب عام أو أخصائي مبيعات وغيرها من الوظائف. تمام. طبعا أنت محتاج تقدم على الوظيفة دي. على سبيل المثال بتيجي هنا على قدم على وظيفة اللي باللون البرتقاني دي أو الأحمر، بتضغط عليها. هنا بيحتاج منك رقم جوال أو رقم موبايل، تقدر تسجل برقم الموبايل هنا. بس هنا المشكلة بيقولك إن في VPN أو بمعنى أصح هو بيعرف الاي بي بتاعك او الاي بي ادرس بتاع الجهاز بتاعك انك من السعوديه او من بره السعوديه. هنا بيقول لك يبدو انك من خارج السعوديه حاليا. يتوفر صبار فقط للمستخدمين الذين لديهم رقم جوال سعودي. يعني انت لو ما عندكش خط سعودي ما تقدرش تشتغل على الموقع ده للاسف. ولو انت مش سعودي برضه مش هتقدر تشتغل عليه، لان الموقع ده بيحتاج السعوديين بس. ليه بيحتاج السعوديين بس؟ لان ده معمول للخلايجة مش المصريين. حتى انا لو جيت تختار مثلا عشان تغير الكود بتاع الدولة هتلاقي ان ما ينفعش. لو دخلت الرقم المصري بتاعك هنا هتلاقيه بيقول لك بالرجاء ادخل رقم جوال صالح اللي هو الرقم السعودي اللي بيبدأ ب050 على سبيل المثال. تمام. فللأسف الموقع ده مش هينفع معانا إذا كنا عرب من برا السعودية، لازم تكون سعودي. لو أنت مش سعودي فالموقع ده مش هينفع معاك.
فالفيديو بتاع البنت ده ينفع معانا ولا لا؟ اكيد لا، بس هينفع مع الخلايجة، واكيد مليون في المية الخلايجة عارفين الموقع ده او اغلبهم يعرفوه، فالموقع ده مش هينفع معانا. فما تنساش تكتب لنا في الكومنتات ايه الموقع اللي عايزنا نتكلم عنه المرة الجاية، وعايزنا نتكلم عن مواقع زي دي كتير، واجيب لكم المواقع اللي فعلا عليها شغل وتنفع تشتغلها عن بعد ولا لا، اذا كان المصريين او من بره مصر او من اي دولة تانية، بس ينفع كلنا نشتغل عليه كعرب، او حتى احنا عرب بس عايشين بره خالص، اصلا بره في اوروبا مفيش مشكلة، هتلاقيني برضو بجيب لك مواقع من دي وبنتكلم عنها. فلو انت مش مشترك في القناة انزل اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وبس كده والسلام.